إننا اليوم نطلق على هذا الملتقى في دورته الحالية اسم رجلا من خيرة أبناء هذا الوطن، المرحوم الدكتور الحاج محمود بلبجاوي، رئيس الغرفة الفلاحية لولاية قسنطينة وعضو مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة. فإنما نكرم رائدا كان صاحب المبادرة الأولى لهذا الملتقى، وكذلك مشروع مواقع البرهنة للحبوب. إننا اليوم نشهد نجاح مشروع مواقع البرهنة للحبوب الذي تشرف عليه الغرفة الوطنية للفلاحة، وهو مشروع ولد في قسنطينة ثم امتد إشعاعه ليعم ولايات عديدة من الوطن. 6 سنوات متواصلة من العمل الحقلي المثمر جسدت خلالها مواقع تجريبية احتضنت أصنافا متعددة من القمح والشعير وغيرها. إن الغرفة الوطنية للفلاحة ومن خلالها كل الغرف الولائية عبر الوطن عاقدة العزم عن أن تكون جسرا بين مؤسسات البحث والفلاحين ومنصة لتأطير المزارعين وتمكينهم من أدوات العصر حتى تتحول شعبة الحبوب بما تحمله من ثقل إلى قاطرة لبلوغ السيادة الغذائية وترسيخ الاستقلال الاقتصادي. اليوم قطاع الفلاحة أمام عدد من التحديات المتعلقة أساسا بالتغيرات المناخية وبالزيادة الديموغرافية، وقطاع الفلاحة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إدراج المزيد من المعرفة، من الخبرات، من الابتكار للزيادة في المردودية وللاستغلال الأمثل للموارد. ولذلك فاليوم أظن أن تجربة خاصة ولاية قسنطينة في مجال الحبوب أصبحت استثنائية على المستوى الوطني وتجربة يشاد لها. وإطلقنا منذ أسبوع دراسة شاملة لتخص نجاح السياسات الحكومية في مجال الفلاحة، وإن شاء الله هذه الأرقام والنتائج سيتم عرضها خلال المؤتمر الوطني لعاصمة قطاع الفلاحة الذي سننظمه إن شاء الله في أواخر شهر أكتوبر، والذي سيجمع خبراء جزائريين دوليين لكي نقوم برسم تصور موحد وواضح لمستقبل هذا القطاع الحيوي. إن هذا الموعد العلمي والمهني الهام يأتي في سياق الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير شعبة الحبوب وتعزيز أمننا الغذائي، بما يتماشى مع رؤية الدولة الجزائرية القائمة على السيادة الغذائية وحسن استغلال الإمكانيات الفلاحية المتاحة. كما أنه ينظم في مرحلة دقيقة تفرض علينا جميعا إعادة النظر بعمق وبجدية في نظمنا الزراعية والغذائية، وفي مقدمتها شعبة الحبوب وعلى رأسها القمح. وتجلى ذلك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير شعبة الحبوب 2023-2028، والتي تهدف إلى توسيع المساحات المزروعة لا سيما في المناطق الجنوبية الموعودة، رفع مردودية الهكتار عبر إدخال أصناف محسنة ومكيفة، تحديث أساليب الزراعة والري، تحسين قدرات التخزين والتسويق، تعزيز الاستثمار الفلاحي القائم على الشراكة والنجاعة. احتلت ولاية قسنطينة الريادة وطنيا بإنتاج ناهز 2,100,000 قنطار، منها 2,188,000 قنطار قمح صلب، وهو رقم معتبر قياسا بالمساحة الإجمالية المزروعة التي خصصت للحبوب المقدرة ب90,000 هكتار، في حين قدر محصول الحبوب الذي تم تجميعه على مستوى المخازن لحد الآن 1,841,000 قنطار، منها 1,052,000 من القمح الصلب، والعملية متواصلة. المشاركة بتاعنا هنا احنا جبنا اليوم منتجين هما يتماشوا مع سياسة الدولة الجزائرية في تطوير ورقمنة وعصرنة الفلاحة بطبيعة الحال. المشروع الأول هو عبارة عن نظام رقمي لمراقبة الفلاحة، يراقب الأمراض
على مستوى الفلاحه، يراقب ايضا مستوى السقي خاصه في المزرعه نتاعو، ويعطي بعض الحلول وبعض التوصيات للقضاء على الآفات الصحية للنبات. جربنا هذا المشروع خاصة في الصحراء الجزائرية وين كانوا الظروف جد صعبة، حيث تحصلنا على مردود فاق كل التوقعات، خاصة لزراعة القمح اللي تعتبر زراعة استراتيجية. تحصلنا على مردود ما بين 60 حتى 80 قنطار في الهكتار. أيضا اقتصدنا من المياه نسبة 40%، وأيضا خفضنا تكاليف الإنتاج. احنا كتعاونيه، احنا مش الدور تاعنا مش غير البيع، احنا نديروا بطبيعه الحال نديروا البيع، ولكن نديروا السوتيان تاع الفلاحين، صدير اون اكومباين نقولوا للفلاحين. بالنسبه للبرنامج تاع البذور، السنه هذه سنه 25 26 عندنا 20 قطار تاع ما بعد القاعديه، فيها زوج اصناف، بوسلام وفيها ود البارد، وعندنا ثاني برنامج قاعدي مع نقولوا تعاون مع اكسيوم، مع شركه اكسيوم. وعندنا البرنامج تاعنا اللي تاع السنه العام الاول. هذه السنه عندنا 2550 قنطار، يعني لزراعه حوالي 1700 هكتار.